كعك الأساور الفلسطيني من أطيب وأشهر وصفات المعمول والكعك على الإطلاق. ممكن كمان نحضره بالأيام العادية، ما بيقتصر على الأعياد. واليوم رح أعطيكم طريقة تحضيره المختصرة واللي بيطلع معاكم فيه هش وبيدوب ذوبان. ببدأ ب3 أكواب من الطحين، رح أضيف لهم ربع كوب سميد ناعم. السميد في ناس بسموه سيمولينا، لازم السميد يكون ناعم عشان ما يبين معي كتير داخل الكعك، بس أنا وظيفته هون إضافته حتى يعطيني قرشة بسيطة ولذيذة. نبدأ نضيف المنكهات التقليدية المتعارف عليها: معلقة كبيرة من السمسم المحمص، معلقة كبيرة من الإزحة أو حبة البركة، معلقة كبيرة ينسون مطحون، نص معلقة صغيرة من الشومر المطحون. الشومر بنكون كميته أقل لأنه بعطي مرار. ربع معلقة صغيرة من المحلب، وهي حبوب صفرة دائرية كمان مطحونة، وما بنضيف منها كتير لأنه برضو بتعطي طعم مر، بس نكهتها كتير لذيذة لو كانت قليلة. نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، بيعطيني هشاشة وبترك الكعك مثل البسكوت. وربع معلقة صغيرة من الخميرة حتى بس تنفخ معي الكعك ويضل طري وهش من الداخل. لازم أضيف هون معلقتين كبار من السكر حتى أفعل الخميرة كمان. وهلأ بصير عندي هون كوب واحد من السمن الحيواني. طبعا هو السمن الحيواني بيكون لين هيك بحرارة الغرفة. طبعا إضافة كامل الكمية من الدهون من زيت الزيتون ممكن كتير من الناس ما يتقبلوها، لهيك أنا بخلط كوب من السمن وربع كوب من زيت الزيتون حتى بس أعطي نكهة. بإمكاننا نستخدم نص بنص أو كامل الكمية من الزيت. أهم خطوة دايما بتحضير الكعك والبسكوت هي بس المكونات الجافة مع المكونات الدهنية بهالطريقة. ببدأ أفركهم بإيدي. مهم جدا إنه المكونات الجافة تتشرب كامل المكونات الدهنية زي ما شايفين. طلعوا كيف بتصير معاي العجينة بالآخر تشربت كل الزيت. هلأ حتى أعطي مجال للطحين والسميد إنهم يتشربوا وتتفتح حبة السميد عندي، بغطي الوعاء وبتركه بمكان دافي لمدة ساعة. أثناء ما عجينتي عم ترتاح أنا هون رح أحضر الحشوة. عندي 500 جرام من التمر أو معجون التمر العجوة، هاي خاصة لحشي الكعك والمعمول. رح أضيف لها معلقة صغيرة سمنة، أنا استخدمت كمان نفس السمنة الحيوانية، ونص معلقة صغيرة من اليانسون، وبنقدر نستخدم بهارات الكعك لو حابين. رح أعجن هاي المكونات بإيدي لحد ما يصير التمر عندي غير لاصق وأقدر أشكله بسهولة. ما بيحتاج وقت كتير لأنه التمر بيكون طري. مجرد ما تختفي السمنة منتابع. لاحظوا كيف صارت عجينة التمر. وهلأ أنا هون رح أبدأ أشكلها. باخد من التمر قطعة بهذا الحجم وببدأ أشكلها على طاولة المطبخ وأفردها. طبعا سمك التمر هو هون بيحكمنا قد ايه احنا حابين تكون من داخل حبة الكعك. شايفين كيف هذا السمك المناسب. هلأ رح أخذهم على جنب. بعد ساعة تقريبا رجعت هون للعجين بعد ما كنت مغطيتها وتركتها ترتاح. هلأ عندي 3/4 كوب من الحليب السائل الدافي. رح أبدأ أضيفه بالتدريج وأعجن العجين، وأهم إشي تكون بطريقة اللم والردم أو بأطراف الأصابع. هاي الطريقة هي طريقة اللم والردم، ما بنعجنها مثل عجين الخبز أبدا. رح أستمر بإضافة الحليب لحد ما أضيف كل الكمية. أنا هون ضفت كامل كمية الحليب، ما تخافوا كمية الحليب مش كبيرة. مع التقليب والتحريك بهالشكل شوي شوي رح تختفي كلها ويتشربها الطحين. شايفين قوام العجين اللي بدي إياه بالضبط هيك لازم يكون، بياخد شكل إيدي لو ضغطت عليه بسهولة. هلأ رح أخذ قطعة من العجين براحة إيدي بهالشكل. طبعا باقي كمية العجين لازم نضلنا مغطينها خاصة إذا في تيار هواء، وأشكل بقطعة العجين اللي عندي بهالشكل. بس أنا بضغطها بأطراف أصابعي لتصير بهالشكل. العجين حيكون سهل جدا تشكيلها. رح اخذ بعد هيك اصبع واحد من عجينة التمر اللي حضرناها مع بعض. ببدأ هلأ ألف عجينتي فوق التمر بكل بساطة حتى أتحكم بحجم الكعكات. رح أقطع عجينتي اللي هون تقريبا بطول الأصبع، ولو في مسطرة كمان ممكن نقطعها. هلأ بناخذ قطعة واحدة بهالشكل. ببدأ كمان مرة أفردها على طاولة المطبخ. بعد هيك رح ألفها على بعضها بهالشكل وأضغط على طرف العجين بإصبعي. طبعا حجم الكعكة إحنا بنتحكم فيه، بنحبها تكون صغيرة أكبر شوي. ممكن زمان كانوا يسموها الأساور لأنهم كانوا يعملوها بحجم إسوارة كبيرة. بعد ما انتهيت من تشكيل كمية الكعك كاملة وزعته بصواني الفرن، وهلأ مباشرة على فرن محمى مسبقا على الرف الأوسط على درجة حرارة 180، وبتحتاج معي 12 دقيقة بس. وبعدين بحمر وجهها حسب اللون المناسب لإلي. وهيك بعد ما خلص الوقت وحمرت وجهها زي ما شايفين، هلأ لازم أتركها تبرد تماما بحرارة الغرفة بدون ما أغطيها وقبل ما نقدمها. وهيك بعد ما بردوا الكعكات وصار وقت نقدمهم، شوفوا ما شاء الله ما أحلى هالشكل وهاللون اللي حصلنا عليه. لونها ذهبي من تحت ومن فوق. بتمنى تجربوها وتعجبكم، وألف صحة وهنا.